الفنان جلال سعيد عبد الله أحمد الحسيني، مواليد الموصل عام 1944 منطقة السوق الصغير. درس الابتدائية في مدرسة الغسانية، وإعدادية المستقبل، وبعدها في الإعدادية الشرقية. عيش أنت إني مت بعدك. مواليد الموصل الحبيبة علي وعلى كل الناس، وقد ترعرعت ونشأت في هذا البلد، وكان هذا البلد له اليد الطولة في أن أظهر كفنان، فمارست فن الرسم والموسيقى والتلحين والعزف وما شاكل ذلك. بقايا للغرام كانت، بقايا للغرام بمهجتي. باشر للعمل في تلفزيون الموصل عام 1970. انتمى إلى نقابة الفنانين عام 1974. عضو نقابة الفنانين التشكيليين، عضو نقابة الموسيقيين العراقيين، وحيل على التقاعد عام 1987 وحسب طلبه. التقى بفؤاد الأطرش في القاهرة عام 1969 في دار فريد الأطرش، وأهداه لوحة عبارة عن صورة شخصية لفريد، وعزف على عود فريد الأطرش. شارك بعدة معارض فنية في الابتدائية والمتوسطة والإعدادية. شارك في معارض جامعة الموصل. شارك في معرض الخليج العربي وحصل على المركز السادس عن لوح المستشرقين عام 1982. تم تكريمه من عدة جهات رسمية ونقابيه وشعبية.
يجلي الهموم. نفسي عزيزة يا خلق، نفسي عزيزة يا خلق، هالحين وهبتها لكم. نفسي عزيزة يا خلق، هالحين وهبتها لكم. وهبتها لكم يا مصبرني على بلوى، يا مصبرني على بلوى، يا مصبرني